احط حنة وما يطلع لون معاي، او احط حنة ويطلع لون مرة قوي وانا ما ابغى لون. بقول لكم وش الاسباب اللي تخلي الحنة يصبغ مرة قوي او ما يصبغ. الحنة في انواع، في عندكم هذا النوع الصغير، هذا نوع يصبغ مرة قوي، يسمونه النوع الهندي او اليمني او الحجازي او حق المدينة، كله نفس النوع. أو الحنة اللي يجي هذا كبير يسمونه السوداني الشامي، وبرضه جزء من يعني هو أصلا من الهند، ولكن يعني انتشر أكثر في السودان والشام وهالأماكن. طيب أيهم يصبغ أكثر؟ الصغير يصبغ أكثر، ولكن له شروط في الصبغ. كل ما زادت الرطوبة وزادت الحرارة زادت صبغة الحنة. شوفوا اللون الأخضر ترى اللي شوية كذا على رمادي، هذا يصبغ أقوى من الأخضر الفريش. ولاحظوا طبعا أنا خليتهم هنا فوق نص ساعة يتخمرون، شوفوا كيف صار لونه أحمر مرة اللي على اليسار اللي هو الورق الصغير. أما الورق الكبير تحسونه أخضر كذا زيتي، ما يصبغ كثير. وبوريكم في يد العاملة إيش سويت عليها تست خلال دقيقة واحدة. طبعا كلهم مفيدين وكويسين، لكن عادة يستخدم اللي ما يصبغ الشعر يحبونه يستخدمونه، ما يصبغ اللون قصدي يستخدمونه للشعر. أما اللي يصبغ أكثر فهذا يستخدم لليدين. أنا شخصيا أحب مرة اللي يصبغ للشعر، وأحب لون الشعر يكون محمر كذا، يعجبني لون الحنة. عاد على حسب، انتي تبغين حنة ما يصبغ كثير قولي ابغى حنة السوداني او الشامي او الورق الكبيرة. تبغين حنة يصبغ مرة قوي خذي الحنة الحجازي او اليمني او المدينة، هذه كلها تصبغ. شوفوا كيف سويت لكم اختبار على منديل ابيض عشان تشوفون الفرق بينهم بعد ما تقريبا مر نص ساعة على الاثنين. هنا سويت اختبار على العاملة، خليتها تدخل اصابعها في الحنة ونشوف ايهم يصبغ اكثر. ترى ما عكس وجهي نهائي، هذا وجه العاملة والجوال. شوفوا هنا كملنا دقيقة، ولكن جالسين نشوف إيش اللون. لاحظوا الأيسر هو الأكثر لون، يعني كذا ناطع.